توزيع حفاضات للمشجعين الجزائريين قبل مواجهة نيجيريا لمنع التبول في المدرجات. ظهرت على المنصات فيديوهات جزائرية تتهم فيها المغرب والأقجع بالتأثير على التحكيم في مباراة الكاميرون. نعطيك أبرز مثال في كأس العرب، شكون اللي ساند الجماهير المغربيه حتى لحقت للنهائي، وكان ليه الفضل حتى انه المنتخب المغربي وصل لهذاك المستوى. الجماهير الجزائريه كانت فعاله. انا تيبانوا لي الجزائريين بحال اللي هابطين من شي كوكب اخر، بحال اللي ما عندهمش التعايش، ما عندهمش التواصل. ماشي ما يحبوناش، يغيروا منا. كاين بين الحب وكاين الغيره، حنا نجينيو. جاء المنتخب الكاميرون قلبا وقالبا وجلس على هذا القالبا دابا. يلا سير. واجد في المركز 34 الكاميرون والمغرب. راح نشجع الكاميرون، انا نكون صريح معاك، راح نشجعوا بشغف. فور انتهاء مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس إفريقيا التي أقيمت في الرباط وفاز فيها المنتخب المغربي 2-0، أحدث ذلك ردود فعل واسعة ومثيرة في الإعلام الجزائري، وقد اتسمت هذه التغطية بنبرة نقدية قوية تتجاوز التحليل الرياضي المعتاد. لقد شغلت قضية التحكيم وأدوار الحكم الموريتاني دحان بيدة حيزاً كبيراً من تغطية الإعلام الجزائري. بعض القنوات والصحف الجزائرية اعتبرت أن القرارات التحكيمية كانت منحازة لمصلحة المنتخب المغربي، وذهبت إلى حد الادعاء بأن الحكم حرم الكاميرون من ركلتي جزاء واضحتين خلال اللقاء. الإعلام لم يكتفي بالانتقاد الرياضي فقط، بل تصاعد الخطاب ليشكك في نزاهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، متهماً إياه بتكرار ما وصفه بسيناريوهات سابقة تخدم مصالح المغرب في البطولات القارية. رأى بعض المحللين أن الإعلام الجزائري حاول التأكيد على أن الخسارة لم تكن لأسباب فنية أو ضعف في أداء الكاميرون فقط، بل لأنها ترافقت مع ما اعتبروه ظروفاً خارجية غير رياضية مثل التحكيم وقرارات الكاف. الخطاب تجاوز كرة القدم إلى اتهامات مباشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأنها موجهة ضد المنتخبات المنافسة للمغرب، وذلك بهدف تهيئة ظروف تفضيلية للأسود في مراحل متقدمة من البطولة. أشار الإعلام الجزائري أيضاً إلى أن هذه الانتقادات القوية جاءت قبل مواجهة منتخبهم أمام نيجيريا في ربع النهائي، مع محاولة الضغط على الكاف باعتبار أن الفائز سيواجه المغرب في نصف النهائي، ما دفع بعض الصحف إلى ترويج فكرة أن هناك ظلماً تحكيمياً يمكن أن يتكرر. انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر مشجعاً يعرف باسم رؤوف بالقاسمي، وهو يدلي بتصريحات أثارت استياءً كبيراً، حيث زعم في البداية عبر الفيديو أنه تبول داخل مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن بسبب التوتر الشديد خلال المباراة. الفيديو أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، ووصف كثير من المستخدمين ما حدث بأنه سلوك غير أخلاقي ومهين، مؤكدين أنه يسيء إلى صورة الجمهور الجزائري ويخالف قواعد السلوك داخل الملاعب. لاحقاً خرج المشجع ذاته في فيديو آخر ليوضح أن ما ظهر في المقطع لم يكن بولاً، وأن السائل الذي ظهر على الأرض كان مشروباً غازياً انسكب من أحد الجالسين خلفه، وأنه استخدم تعبيراً مجازياً أثناء تسجيله، وأضاف أنه كان يريد فقط التعبير عن الضغط النفسي والتوتر الذي شعر به خلال المباراة، وأشار إلى أن الفيديو الأول أسيء فهمه وأخرج عن سياقه، وأنه لا يمكن أن يقوم بهذا السلوك داخل منشأة رياضية مع وجود مرافق صحية قريبة. وفقاً لتقارير عدة، قامت الشرطة المغربية في الدار البيضاء باعتقال المشجع إثر انتشار الفيديو، وتم نقله إلى الرباط للتحقيق معه في السلوك غير اللائق داخل الملعب، وسط انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد الانتهاء من التحقيقات.